مستمعي صراحة في الكل. مرحبا بك يا سيدي. الشأن التربوي هذا يهم العائلات الكل والتوانسة الكل، فماش عائلة تقريبا فيش صغير يقرا في المكتب ولا في الليسي. دونك الشأن هذايا عام وعام برشا ومهم برشا، ولكن مطروح بكثرة اللي مثلا عنده فترة كبيرة من الناحية السلبية. ما عادش نحكيو على تحسين نقولوا احنا التعليم او تحسين المناهج العلمية، ولكن نحكيو على أزمة بين وزير التربية ونقابات اللي هنا مش عارفين الصغيرات احيانا يقولوا باش نعملوا اضراب، ماناش باش نقراو باش نقرا باش نكملوا برنامج له. دونك هذا الكل اكيد عنده اثر كبير عليهم وعلى المستوى الدراسي نتاعهم. اكيد هو الازمه ربما تتجاوز، نجم نقولوا انها تتجاوز العلاقه ما بين النقابه وما بين الوزاره. الازمه اليوم في تونس ازمه تربيه. تونس قاعده تعيش في ازمه تربويه كبيره، اللي بالتاكيد انه العناصر الفاعله في المنظومه التربويه عندها دور في ربما خلق او تاجيج او ان الازمه هذه تدوم. اليوم فما مسائل كبيره وخطيره مطروحه على المنظومه التربويه في تونس، وللاسف الشديد ما زلنا في خصامات وفي خصال اللي يمكن نعتبروه جزئي مقارنه بمستقبل ورهان المستقبل لتونس. اللي شد انتباهنا وربما انتباه الراي العام الايامات الاخرى هو التقييم الاخير اللي خرجته بيزا. هي عمليه، هي عرفنا شنو هي التقييم وشنو هي بيزا. هذه بيزا هي عمليه تقييم او متابعه لتملكات او تعلمات التلاميذ في بعض البلدان اللي تتفق على المشاركه في التقييمات هذه. التقييمات هذه متعدده الابعاد، فيها النتائج المدرسيه في مواد علميه وفي مواد ادبيه، وفيها ايضا ما بين العناصر اللي تقيمها هي مستوى انضباط التلاميذ في المنظومات التربويه. نهارين الاخرين لو رابور دو 2015 هو التقييم صار في 2015 ولكن صدر في 2016. تونس تحتل المرتبه الاخيره في درجه احترام التلاميذ للقواعد التربويه او على المستوى الدولي. يعني على المستوى الدولي هي التقييم فيه 72 دوله قبلت باش تشارك في عمليه التقييم، قبلت باش تشارك وتشارك بصفه دوريه في عمليه التقييم، واحنا والحمد لله جينا في المرتبه 72 اللي هي المرتبه الاخيره. الاشكال في الموضوع هذا انه شخصيا لاحظت انه فما تعامل ربما هكا سطحي ولا ساعات نكته في قالب نكته معناتها مع بالضبط، في حين انه الانديكاتور هذايا يمثل خطر كبير على المنظومه التربويه. لو كنت تعطينا فكره ساعه سي فرج انه المضمون نتاع التقييم، معناها نحن نعرفوا فقط انه جينا في المرتبه 72 فيما يتعلق بانضباط التلاميذ، واللي سابقتنا فرنسا. نعم. معناها قبلنا هي 71 صحيح، مش بعاد على بعضنا. صحيح. هذا على الاقل معناها يخفف في الواقع شويه بالنسبه لبرشا عباد، وان كان اعتقد انه مساله غالطه. لكن شنو هو المحتوى نتاع التقييم هذا؟ علاش قام؟ شنو هي عناصر؟ واضحين الانضباط المدرسي او السلوك المدرسي اللي قامت عليه الدراسه ما يحكيش على العنف المدرسي، راه يحكي على كل العمليات التي يقوم بها التلاميذ داخل الفصل لتعطيل سير الدرس او لوضع مشاكل تواصل في داخل الفصل. بس اكثر الناس تحكي معنا نحكيو على الغش، على التشويش، على هذه الحاجات اللي شويه موديل يعني مدرسه المشاغبين. معناها هي شوف التشويش انواع. نجم نقولوا التشويش احنا وقت اللي كنا نقراو صغار واللي جينيراسيون اللي قبلنا تشوش كانت في القسم، ولكن تحكي مع اللي بجنبك يعطيك صحه. التشويش هذاك التشويش يسميوه تقليدي، تشويش تقليدي هو داخل في لعبه تعلم القواعد. يعني الصغير او التلميذ يلعب مع القاعده، يجرب المدرس، يجرب الماغج اللي عنده باش يمشي في تجاوز القاعده. دونك التشويش هذاك اذا كان حبينا داخل في العمليه التربويه وفي تعامل التلميذ مع القاعده المدرسيه. التشويش اليوم يمشي في اتجاه اخر، في اتجاه انه يوقف العمليه المدرسيه والعمليه التعليميه. يعني تلامذه يتنقلوا في القسم بصفه عشوائيه، تلامذه يعيطوا يتكلموا بصوت قوي، تلامذه ربما يلوجوا على مشابكات بينات بعضهم وساعات ما بينهم وما بين المدرس او الاستاذ. يعني بالك ربما لانهم فماش قاعده. معناها غياب القاعده. معناها انت تحكي سفرش قلت انه قبل كان السلوك اللي هو مرفوض نسبيا يتعدى في اطار انه تجربه القاعده، وانه نشوفوا قداش نجموا نخضعوا لها او نبعدوا عليها.
يعني فما قاعده. سؤالك وجيه. اليوم بالك ربما المشكل انه فماش قاعده. هنا فما نيونس صغيره، فما حاجه يلزم، حاجتين يلزم نفرقوا بيناتهم. فما القاعده القانونيه، القاعده السلوكيه اللي اذا ما يحترمهاش التلميذ تم عليه عقوبه. ولكن المشكل ماهوش لهنا، القواعد المدرسيه ما زالت هي بيدها. ما عندكش الحق في الغش، ما عندكش الحق تتنقل بطريقه حره في القسم، ما عندكش الحق تتشوش، ما عندكش الحق تتحدث مع صاحبك وقت الدرس اتسيتيرا. القواعد موجوده والعقوبات موجوده. اليوم الازمه ما هيش ازمه قواعد ولا عقوبات، اليوم ازمه سلطه تربويه. يعني السلطه التربويه سكون ابل لوتوريتي ايدوكاتيف، مش لو بوفوار ايدوكاتيف، مش قدره المدرس على العقاب او المعاقبه. هي الازمه صايره في العلاقه اللي كانت مبنيه ما بين التلميذ والمدرس على اساس انه فما ثقه بيناتهم، وفما التلميذ كيف يمشي للمدرسه، وفما سطوه معرفيه، تمشي للمكتب باش تتعلم. اكزاكتومون. اليوم انت تلاش تتعلم من بلايص اخرى. بالضبط. وهذا هو الاشكال مثلا. هذا واحد من الاشكاليات المطروحه اليوم. تنجم تتعلم قدام الاستاذ اما تسبقه في المعلومه. زاد اليوم ربما المشكل في انك تدخل هذا الاشكال، تدخل بالهاتف النقال، تدخل بالتابلت، تدخل بكذا. الواقع انه المشكل في منظومتنا التربويه ما تقدمتش. مشكل في المنظومه بتاعنا تو المقارنه مع فرنسا ما تجيش. علاش؟ النتائج بتاع التلامذه بتاع فرنسا في العلوم وفي اللغات وفي الامور في المواد الادبيه جيده مقارنه بتونس، لكن يقعد مساله السلوك هذا. اليوم فما عده اسباب اللي تفسر ربما الظاهره هذه. فما اسباب اجتماعيه. اولا المدرسه اللي كنا عندنا فيها ثقه، اليوم لا الولي ولا التلميذ ولا المجتمع عنده فيها ثقه. ايش معناتها؟ قبل كنا عندنا عهد مع المدرسه، اقرا على روحك تنجح تختم. اليوم العهد المدرسه هذه، المدرسه اليوم عادش نجم توفي بالعهد هذا. دونك ولات عمليه التعلم افرغت من محواها الاجتماعي ومن محتواها المهني. الوليدات يعرفوا الشيء هذا، الصغار والتلامذه يعرفوا انه المدرسه اليوم ماهيش كيف تقرا وتخدم وتتعب. المرجع الوحيد، ما عادش المرجع الوحيد لينا. ماهيش ضامنه. انت كيف تقرا تتعب، ومجهودك قبل كان الضمان بتاعه انك تلقى خدمه وتنصهر في اليوم تنجم تتعب وما تنصهرش في المجتمع وما تلقاش خدمه. لا ناس فراش سامحني، لازم نحكي زاد على نقطه بخصوص انت قلت القواعد تكون ثابته في علاقه التلميذ بالاستاذ. ولكن التلميذ هنا هو اللي تغير. التلميذ قبل مش هو تلميذ توا طبعا. او طريقه التربيه والتلقين قبل مش هي بدا نفس الطريقه، حتى استيعاب التلميذ قبل مش هو بدو. لهنا دوك اكيد العلاقه باش تتغير وبطبيعتها لازمها تتغير، تجديد فيها. المنظومه التربويه بتاعنا مبنيه على جينيراسيون جات في وقت في عصر انه اولا كما كان يحكي سي هشام، المصدر الاول للمعرفه هي المدرسه، ثم ما يحيط المدرسه هو عمليات تربويه تكميليه تقوم بها العائله او الجمعيات او المنظمات او دور الشباب والثقافه وما الى ذلك. اليوم الصغير ملي عمره 4 سنين يلعب تابلت ويبدل 100 نيشان تلفزه، وبالتالي تجي في قسم انت تحطه في كرسي صبوره كحله ولا خضراء وتباشير وما يلزموش يتحرك وما يلزموش يتكلم وما يلزموش يتفاعل، اصلا ما يلقاش لونفيرونمون ستيمولون اللي كان يحير له في الذكاء بتاعه مش حاجه تحفزه. يعطيك الصحه، ما يلقاهاش في المدرسه. يدخل للمكتب ما يلزموش يتحرك ما يلزموش يتكلم. اليوم ما بين التناقضات بتاع المدرسه اليوم في عالم الشغل وفي المجتمع التواصل حاجه هامه جدا، والعمل في فرق حاجه هامه جدا. احنا نقولوا التلميذ نحبوا نربيوه على التعاون، وفي حين انه في القسم نمنعوا عليه باش يكلم صاحبه ولا يعمل تمارين مع صاحبه. يعني فما مجموعه من الاختيارات والمناهج والمحتويات اللي اليوم ما عاد عندها حتى معنى، ما عادش تشد انتباه التلميذ، لانه من اللي صغير من الطفوله استانس بمستوى من لا ستيمولاسيون، يعني التحفيز والمثيرات اكزاكتومون اللي ما يلقاهاش في القسم. المؤسسه التربويه والمنظومه التربويه ما نجمتش تتاقلم مع تغير العالم بتاع الطفل. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى فما زاد معطى كما قلت، التلميذ التونسي تبدل والمجتمع التونسي كله تبدل، وهذه ظاهره هذه معروفه حتى في بعض البلدان الاخرى. اليوم تونس تعدات من مرحله سياسيه معينه الى نقولوا احنا حياه ديمقراطيه. نقولوا مثلا تربويا من مرحله مركزيه ابويه
سلطويه، المرحله ما زلنا نبحثوا من اون بيداغوجي دو ليتا. اي الدوله اللي هي هذه بيداغوجي الدوله. قبل شكون كان يتجرأ؟ ولي يتجرأ باش يعتدي بالعنف على مدرس مهما كانت الظروف. كان الخوف، لازم نقولوه، كان الخوف فارض نوع من الانضباط. وراهو لازم نفهموا في الاطار هذايا راهو سلوك ومواقف الولي تأثر مباشرة على سلوك ومواقف التلميذ. باش نرجعوا المسألة هذه للولي، للأسرة. النواة الأولى اللي الصغير يخرج منها هي بدأت تغيرت وتبدلت من فترة لفترة أخرى. مازال نواصل معاك سي فرج بوسام باحث في علوم التربية. اليوم نحكيو على التربية، على صغيراتنا، على المستقبل الدراسي بتاعهم، وأكيد علاقة الأسرة والمدرسة.